السلام عليكم أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم في كل خير. زلزال يضرب من جديد شرق تركيا في إحدى الولايات التركية وهي مالاطيا، ولكن قبل البدء بالفيديو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل الاثنين بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق تركيا في ولاية مالاطيا. وأوضح المركز أن الزلزال وقع يوم الاثنين على عمق 10 كيلومترات حسب ما نقلت وكالة رويترز. من جانبها نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ آفاد أن مركز الزلزال يقع في ولاية مالاطيا. وأشارت آفاد إلى أن الزلزال قد وقع ظهيرة يوم الاثنين بالتوقيت المحلي للبلاد، وإن شدته قد بلغت 5.6 درجات على مقياس ريختر. وأيضا أوضحت آفاد أن الزلزال قد وقع على عمق بما يقارب 7 كيلومترات، وأن سكان الولايات المجاورة قد شعروا به دون أن تنوه على أي خسائر بشرية. وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل عدل قوة الزلزال الذي وقع الاثنين في شرق تركيا إلى 5.2 بعد أن ذكر أولا أنه بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر. طبعا في ناس قالت 5.7، في ناس قالت 5.2. نسأل الله السلامة للجميع في كل الجنوب التركي، في العشر ولايات المنكوبة وفي ملاطيا وفي مرعش، في أغلب الولايات التي لا زالت الزلازل والهزات متتالية عليها. نسأل السلامة للجميع. وفي النهاية أصدقائي وصلنا لنهاية الفيديو، وندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.